السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. عايزة أقول لكم بجد وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو نزلته على القناة. بجد وحشتوني. يا رب تكونوا بخير وسعادة وفي أتم صحة يا رب. قبل ما ابتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. وصفة النهاردة وصفة لذيذة جدا، يعني هتاكلوا حتة ورا حتة ورا حتة من كتر جمالها. هعمل معاكم كيكة المانجا أو أشطوطة المانجا بطريقة سهلة جدا وبطريقتي أنا. طعمها حلو أوي أوي ومميز ولذيذة جدا. طبعا الكمية هنا كبيرة، أنا الصينية هنا 30 في 40. عايزة أقول لكم لو الصينية كبيرة عليكم طبعا الصينية دي تأكل ضيوف وعيلة العيلة يعني. طبعا اعملوا نص الكمية يعني. اعملوا نص الكمية. المقادير عندي هنا 4 بيضات وكوباية سكر وكوباية لبن ونص كوباية زيت. 4 بيضات هضربهم كويس جدا جدا مع كوباية السكر ناعم لحد السكر ما يدوب تماما ولحد القوام معايا ما يبقى عامل زي الكريم شانتيه كده. فضروري جدا ضرب كويس جدا جدا بالمضرب لحد ما يكون معايا القوام زي الكريم شانتيه بالظبط. طبعا هياخد معايا وقت حوالي يعني ايه من 7 دقايق ل10 دقايق يعني. بس كده بعد كده هحط بقى الايه الفانيليا معايا واحط عصير ليمونه او معلقه خل كبيره اي حاجه من الاتنين. الخل او عصير الليمون بي طبعا بيمنع زفاره البيض وبيخلي الكيكه هشه كمان برضك ايه معانا. بس كده. طبعا برضك هضرب الفانيليا مع الليمون او الخل اللي انت حطيتيه ضربتين كده وبعد كده هحط اللبن والزيت. معايا هنا كوبايتين دقيق. طبعا حطيت اللبن والزيت. تمام. بس كده هحط بقى على الدقيق معلقتين كبار نشا وهحط كيس بيكنج باودر بالجرامات 16 جرام. اي بيكنج باودر عندك حطيه. تمام. وطبعا ذره ملح وهقلب النشا والبيكنج باودر مع الدقيق يعني تقلبتين كده وطبعا هضيفهم ايه على السائل الكيك اللي انا ايه ضرباه. هحطهم وطبعا ايه هضرب مش كتير بس يعني يا دوبك الدقيق يختلط بس بالمواد السايله. مش هضرب كتير يعني. بس كده عندي صينيه 30 في 40. هدهنها طبعا بزيت. لو حبيتي تعملي طبعا نص الكميه اعملي نص الكميه لان فيه كريم شانتيه وجيلي وحاجات تانية ايه برضك ايه هتقسمها بالنص يعني لو انت عايزه تعملي نص الكميه. لو جالك بقى ضيوف لا اعملي الكميه كلها. هي جميله بصراحه. طعمها مميز جدا 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 يعني جربوا بنفسكم وان شاء الله هتعجبكم هتنبهروا بالنتيجه رهيبه بصراحه. طبعا دخلتها على درجه حراره 180 اهدى درجه حراره في الفرن اللي ما عندوش درجه حراره للفرن يعني. اهدى درجه حراره يعني او اوطى درجه حراره. طبعا هتاخد معايا نص ساعه. وطبعا على حسب برضك كل فرن ايه كل واحده. طبعا هحوش الوش بتاع الكيك عشان هسقيه. لو انت او تقلبي الكيكه على ظهرها ومن غير ما تحوشي الوش. بس لو هتقلبيها على ظهرها طبعا لازم تكوني حاطه ورق زبده. فاللي يعجبك اعمليه يا ست الكل. بس كده معايا كوبايه عصير مانجا عادي عصير مانجا عادي شويه ميه وشويه سكر وكوبايه عصير مانجا عادي. هضيف عليها كوبايتين لبن. دي التسقيه للكيكه. يبقى كوبايه عصير مانجا وكوبايتين لبن هحط عليهم معلقتين سكر وهحط معلقتين لبن بودره. عندك خلاص ما فيش مشاكل ما عندكش خلاص او معلقه كريم شانتيه اي حاجه يعني يا لبن بودره يا كريم شانتيه. ما عندكيش ولا ده ولا ده خلاص ما فيش اي مشاكل. حطيت معلقتين سكر ولو عايزه تحطي 3 معالق كمان انا حطيت كمان معلقه. يعني حطيت 3 معالق سكر. بس كده السكر طبعا في اي حاجه بيرجع لذوقك. طبعا هسقي الكميه. بس كده وبعد كده هنعمل مع بعض الكريم شانتيه. عندي كوبايتين لبن متلج. تمام. هحط عليه 3 اكياس كريم شانتيه من السوبر ماركت. لو عندك كريم شانتيه اللي هو السايب حطي كوبايه ونص. طبعا هضرب الكريم شانتيه كويس جدا جدا. بس قبل ما اضربه بقى هدوب بكيس جيلي مانجا. يعني كده انا ركنت الخليط ده باللبن بالكريم شانتيه مش هضربه دلوقتي. هعمل الجيلي
هدوبه في ربع كوبايه ميه سخنه، عقبال ما يهدي معايا، او نص كوبايه ميه سخنه على الكيس الجيلي. تمام. جيلي المانجا هركنه على جنب. وهضرب طبعا معايا الكريم شانتيه، هيكون هدي شويه معايا. بس كده، بعد ما اضرب الكريم شانتيه كويس جدا ويتماسك معايا، هضيف بقى الايه الجيلي. الجيلي معايا هنا بيدي طعم وبيدي قوام متماسك للكريم شانتيه. يعني معايا الجيلي بيدي طعم حلو للكريمه، وطبعا بيدي معايا قوام ثابت للكريم شانتيه، لان طبعا هو فيه جيلاتين. تمام. بس كده هضيفه طبعا على الكيكه بتاعتي. وطبعا الكيكه لما اجي اسقيها بماده التشريب اللي هي المانجا واللبن، لازم الكيكه معايا تكون بارده. انا نسيت اقول لكم الخطوه دي. ما ينفعش الكيكه تكون طالعه من الفرن سخنه واسقيها، هتعجن. لازم تكون بارده. بس كده هحط الكريمه، وبعد كده هعمل بقى ايه اخر طبقه معايا. الوصفه سهله جدا جدا، بس طعمها طبعا مميز بصراحه. يعني هتاكلي قطعه تلاقي نفسك بتاكلي القطعه التانيه وراها. سكرها مظبوط وطعمها حلو جدا مميز بجد، من احلى كيكات حرفيا اللي هتعمليها. اللي وصل لحد هنا بقى لايك حلو كده منكم، عشان بجد القناة نفسي تترفع وتوصل لأكتر حد يعني في المشاهدات. وتعليق كده حلو منكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وانتوا احلى عيلة، وانا بحبكم في الله. ربنا يحفظكم يا رب، وكل نفس في حاجة ربنا يديها له. طبعا عندي مانجا هنا مكعبات. مانجا بيستحسن في التزيين المانجا النعومي، سواء للتورت سواء لاي تزيين، عشان بتعرفي تقطعيها مكعبات معاكي ما بتكونش فيها ايه آه، اي حاجه يعني ايه زي شعيرات كده من المانجا يعني. فبتبقى اسهل معاكي في التقطيع. المانجا اللي هي الايه النعومي بتبقى ليها لحم وبتقطع معاكي بكل سهوله. طبعا معايا هنا جيلي، حطيت عليه لو اعملي كيس واحد بس على الكميه ديت. انا هنا عملت كيسين وفات معايا جيلي تاني، فاعملي على الكميه دي كيس واحد بس. هو عامه الكيس عليه نص كوبايه ميه سخنه فقط لا غير، عشان عايزه الجيلي هنا يكون تقيل. طبعا حطيت الجيلي ودخلت صينيه الكيكه في التلاجة لمده ساعتين ثلاثه او اربعه كمان، لحد ما تسقع معايا وتتماسك. كل ما سبتها تسقع طبعا طعمها بيبقى فظيع. وطبعا كل حاجه بتدخل طعمها في بعضها، فبتبقى طعمها احلى. طبعا كل ما سبتها في التلاجة تسقع بتبقى طعمها احلى طبعا. طلعت من التلاجة طبعا هقطعها واوريها معاكم الطبقات عامله ازاي، وطعمها طبعا جربوا بنفسكم وانتوا هتشوفوا الطعم عامل ازاي. يلا الله، اللي وصل لحد هنا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص الطريقه بتاعتها جميله حرفيا، جربوا. تحفه تحفه فظيعه بصراحه، يعني فظيعه. يلا ربنا يحسن ما بين ايديكم. الكميه لو في ضيوف اعملوا الصينيه الكبيره دي. ولو طبعا على قدك اعملي نص الكميه ديت. اسيبكم في حفظ الله. مع السلامه، مع الف سلامه.